حبايب قلبي طلبة تانية ثانوي بنكمل مع بعض دلوقتي الدرس الثاني في الوحدة الأولى، وهي الدول المستقلة اللي تابعين للدولة العباسية تبعية اسمية، اسم فقط لا غير. طب اسم الدرس وهو الدولة الطولونية والإخشيدية في فترة الدولة العباسية، الدول المستقلة اللي استقلت بمصر. وتعالى كده هنتكلم من البداية بسيطا كده. سمي الله الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. من البداية كده احنا هنتكلم على مؤسس الدولة الطولونية أحمد بن طولون، وإزاي جه مصر وعمل إيه في مصر، واستقل إزاي عن دولة الخلافة، وابنه من بعديه عمل إيه. بعد كده بنخلص الدولة الطولونية بنخش في الدولة الإخشيدية، هم كلهم في درس واحد، الاتنين في درس واحد. حلو. الإخشيديين إزاي برضو قامت الدولة الإخشيدية على يد محمد بن طغج الإخشيدي، وده معناه ملك الملوك في فرغانة. حلو. طيب، وعمل ايه محمد بن طغج الإخشيدي عشان يجي مصر، وازاي استقل وعمل دولة على اسمه اسمها الدولة الإخشيدية، وايه اللي حصل من بعد ما مات. بس هو ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. يلا بينا مع بعض مع يوسف خميس اللورد في التاريخ. يلا بينا. مصر في عصر الطولونيين والإخشيديين. يلا بينا، ادي الخريطة عندك. تاني حاجة، قيام الدول المستقلة في مصر أدى ضعف الخلافة العباسية خلال العصر العباسي الثاني إلى سيطرة القادة الأتراك، حلو، على كل الولايات اللي بعيدة عن الدولة العباسية، حلو، على أمور الدولة، وبدأوا يستقلون أهو بالولايات التي تحت حكم الدولة العباسية أو تحت حكم العباسيين، الخلفاء العباسيين اللي هو في الفترة الثانية، اللي هم في حالة إيه؟ في حالة ضعف. حلو جدا. عوامل استقلال مصر. أنا ليه عايز مصر؟ أكيد فيها حاجة مغرية. قال لك بصراحة كده ما بيننا وبين بعضينا، مصر اقتصادها حلو جميل، يعني هستفاد. وكمان موقعها جميل، موقع جغرافي متميز، هستفاد برضه. وكمان شعبها طيب، سهل انك تكسب شعب مصر. فقال لك القوة الاقتصادية اللي تميزت مصر بقوتها الاقتصادية وتأثيرها الكبير على اقتصاديات الخلافة العباسية. الموقع الجغرافي المتميز اللي هو بعدها عن عاصمة الخلافة في بغداد، لأن الخلافة العباسية مقرها بغداد. حلو، أهو مقرها بغداد. وطبيعة الشعب المصري تميز شعب مصر بالمسالمة والطيبة. طيب، حلو. طيب، أبرز الدول المستقلة اللي هنتكلم عليها وهي الدولة الطولونية. حلو، هنبتدي بيها. أولا الدولة الطولونية أشهر حكامها هو أحمد بن طولون وابنه خماروي. أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية. إيه اللي جابه؟ قال لك هو من أصل تركي. حلو، يعني هو غير عربي. جاء إلى مصر نائبا عن زوج أمه بيك باك التركي، فالخليفة العباسي عين حاكم على مصر اسمه بيك باك التركي. فبيك باك ده اتجوز واحدة وعندها عيل اسمه أحمد ابن طولون. فبيك باك قال لك لا، المكان بعيد في مصر ولسه أروح مصر، لا أنا هبعت حد نائب عني، والعوامل الاجتماعية حلو اللي هو قريبي يعتبر يعني، فعبعت مين؟ أحمد ابن طولون ابن مراتي اللي أنا لسه متجوزها. وبالفعل بيك باك التركي بعت نايب عنه يحكم مصر نيابة عنه، بعت أحمد ابن طولون. حلو، فجاء مصر نائبا عن زوج أمه بيك باك التركي الذي عينه الخليفة العباسي وليا عليها. طيب، بيك باك مات. مين مسك الخلافة؟ عين الخليفة مكانه يرجوخ. حلو، يرجوخ ده سهر أحمد بن طولون، يعني إيه؟ جوز أخته، سهره جوز أخته. حلو، فيرجوخ قال لك برضو أنا مش حمل اللي أنا أروح مصر، المكان بعيد برضو عليا،
فابعت او اخلي نايب عني زي ما هو احمد بن طولون. فقال لاحمد بن طولون تسلم من نفسك لنفسك. حلو. يعني ايه؟ يعني انت هتفضل زي ما انت موجود في مصر نايب عني انا كمان. حلو. فبعد كده يرجوخ ايه؟ مات. فكتب يرجوخ لاحمد بن طولون تسلم من نفسك لنفسك، اي جعله نائبا عنه في حكم مصر. وبعد وفاة يرجوخ تولى احمد بن طولون ولاية مصر بشكل مباشر من قبل الخليفة العباسي، وبقى مين حاكم مصر؟ خلاص احمد بن طولون، بعد ما كان متعين نائب عن بايكباك التركي ونائب عن يرجوخ. وبالفعل احمد بن طولون مسك مصر. سياسة احمد بن طولون الداخلية، عنده ذكاء، فعنده مهارة إدارية وسياسية، وأثبت منذ دخوله مصر مهارته في معالجة الأمور وتدبيرها. عمل إيه؟ كسب الناس كلها في صفه، كسب الشعب كله في صفه، وضم الشعب لحاشيته، يعني خلاهم يشاركوا معاه في الحكم، وأغدق عليهم بالفلوس والهدايا، عطاهم هدايا، وبقى يشوف الشعب محتاج إيه وينفذه، وقضى على الفساد وقضى على الظلم. ما هو ده اللي محتاجه اي شعب. فظهرت شخصيته القويه في مواجهه المشكلات وقدرته على القيام باعباء الحكم، تمام، باثقال الحكم. حلو. تعالى استراتيجيته التقرب من المصريين، قرب اليه مجموعه كبيره من المصريين واختار منهم طبقه كبيره ضمها الى حاشيته بيشاركوا في الحكم، من خلالهم كان يتعرف على كل نواحي القصور، يعني السلبيات، مش قصر، القصور هنا السلبيات اللي في الدولة علشان يعالجها. كسب القلوب والولاء، أغدق على رعاياه وقادته بالمنح والعطايا بسخاء، فألف قلوب الناس من حوله، إن هو عطاهم فلوس وهدايا وخلوهم يشاركوا معاه في الحكم، فكل ده الناس حبته. تعال عوامل استقلال أحمد بن طولون. قال لك بصراحة الخلافة العباسية بعيدة عننا في بغداد، والخلافة العباسية ضعيفة، وكمان هم مشغولين ان في ثورات في الولايات بتاعت الخلافه العباسيه، ففرصه ان انا استقل بحكم ايه؟ مصر. فسعى احمد بن طولون للاستقلال بمصر مع تبعيته للدوله العباسيه والدعاء للخليفه، وقد استطاع تثبيت حكمه من خلال عده عوامل. شخصيه احمد بن طولون الطامحه للحكم والسلطات، وضع مصر السياسي والاقتصادي واهميتها مما جعلها محط انظار الطامعين، كله طمعان فيها. تعالى كمان ضعف الخلافه العباسيه او الخلفاء العباسيين، وعدم تمكنهم من السيطره على اطراف الدوله اللي هي الولايات بتاعت الدوله، ومعاناه الخلافه العباسيه من الثورات في مختلف البلدان الاسلاميه. تعالى هنا سؤال تحليل، بما تفسر التفاف المصريين حول احمد بن طولون منذ دخوله مصر اللي احنا قلناه هنا؟ تمام، يلا بينا. مد النفوس في بلاد الشام. احمد بن طولون قال لك انا لازم طالما انا استقليت بحكم مصر، حلو، لازم اعمل توسعات. حلو، جميل. هيعمل توسعات فين؟ راح ناحيه شمال شرق، يعني راح ناحية الشام، يبقى الشام شمال شرق. أراد أحمد بن طولون أن يمد نفوذه إلى بلاد الشام حتى يوسع دولته، فخرج بجيشه إلى دمشق ودخلها وآمن أهلها. راح للشام، دخل دمشق وأمن أهلها. أسلوب كسب الولاة كان يقعد بعد صلاة الجمعة يجمع الناس حواليه في حد مزعلك، حد مزعلك، حد مزعلك، محتاجين فلوس، محتاجين اي حاجه، انا واقف جنبيكوا. اللي عنده مشكله يقولها لي، انا لازم اقضي لكم على الفساد هنا والظلم اللي موجود هنا. فالشعب حب، وبقى ايه؟ الشعب كمان قال لك انا ولائي لاحمد بن طولون، فجلس في مسجده الكبير في تواضع تام لقضاء حاجات الايه؟ الناس والاحسان اليهم، فضمن ولائهم. ده المفروض يتعمل في اي مكان. حلو. وصار منها إلى الثغور مناطق الحدود مع الدولة البيزنطية حتى وصل إلى طرسوس. ماشي أهو طرسوس أهو، وأعلن الأمان فيها لأهل طرسوس برضه. ماشي يا جماعة؟ طيب تعالى عدالة أحمد بن طولون، موقف تاريخي. الحادثة لما دخل أحمد بن طولون دمشق حصل حريق عند كنيسة مريم، السيدة مريم، فركب أحمد بن طولون بنفسه
قال لك أنا لازم أروح أشوف اللي حصل. ومعه أبو زرع النصري وأبو عبد الله ابن محمد الوسطي كاتبه. طب هتعمل إيه؟ قال لك بصراحة أنا لازم أعوض الناس اللي اتأذت من الحريق بتاع الكنيسة، وأمر بصرف 70,000 دينار. أهو. فقال ابن طولون لأبي زرعة ما يسمى هذا الموضع؟ قال كنيسة مريم. بص القرار العادل، فأمر بصرف 70,000 دينار من ماله لبنائها وتجديدها، وأن يعطي لكل من احترق له شيء. يبقى لازم كله يتعوض. حلو. الناس حبته، مش مسلمين بس، ده مسيحيين كمان. تدريب مهارة ابن طولون السياسية. ظهرت مهارة أحمد بن طولون وحكمته السياسية من خلال استقلال مصر مع تبعيته الخلافة العباسية، بس تبعية اسمية، وتوطيد علاقته، تثبيت علاقته الاجتماعية بالخلافة العباسية، توسيع حدود دولته بضم مناطق الثغور، بناء عاصمة جديدة لدولته. ماشي. وهي القطائع. بنى العاصمة الجديدة القطائع، زي عمرو ابن العاص بنى عاصمة جديدة وهي كانت الفسطاط. يبقى هنا ده عمل عاصمة جديدة وده عمل عاصمة جديدة، يبقى الاتنين اتشابهوا في بناء العواصم الجديدة. تعالى خمراوي ابن أحمد بن طولون. بعد ما مات أحمد بن طولون، حلو، تولى خمراوي الحكم بعد وفاة أبيه، ورأت الخلافة العباسية أن الفرصة سانحة لاسترداد مصر. قال لك دي فرصتنا اللي احنا نرجع مصر والشام من يد الطولونيين. حلو. ومن هنا نجح خمراوي في الانتصار على قوات الخلافة، ثم طلب الصلح ورحب الخليفة المعتمد بالصلح، وكتب لخمراوي وأولاده من بعده ولاية مصر لمدة 30 سنة. قال له يا باشا يا خمراوي أنت وعيالك تحكم مصر 30 سنة. حلو. وكان هذا الصلح بداية علاقة جديدة مع الخلافة العباسية. سؤال: أية صحة العبارة لم تستمر العلاقة بين خمراوي العباسيين على وتيرة واحدة، إن في حرب وفي علاقة كويسة، تمام، على طريق واحد يعني، ماشي، كنا بنحارب بعض ودلوقتي متصالحين مع بعض. زواج قطر الندى ونهاية خمراوي. المصاهرة السياسية عوامل برضو اجتماعية زي أحمد بن طولون أبوه. فقام خمراوي بتزويج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي المعتضد. يبقى قال لك أنا أجوز الخليفة العباسة بنتي علشان يبقى في علاقة اجتماعية ما بيننا فما يغدرش بيا. ونتائج هذا الجواز، حلو، تقوية علاقة خمراوي بالخلافة العباسية، تمتع خمراوي باستقلال ونفوذ كامل على مصر والشام والثغور. نهاية خمراوي: ذهب خمراوي للشام وهناك قتل على يد غلمانه غدر، فحمل في تابوت إلى مصر ودفن بجوار أبي. هنا مات خمراوي. حصل تصارع بين البيت الطولوني مين اللي يحكم، ومن هنا يا جماعة سقطت الدولة الطولونية. ليه بقى؟ لأن الخليفة عرف، فبعت جيش يا جماعة، بعت جيش بقيادة سليمان. مش هنا لسه؟ ماشي، هنعيد الحتة دي تاني، هنعيدها تاني عشان نمشي بالترتيب. محمد بن سليمان الكاتب. تعال أسباب ضعف وسقوط الدولة الطولونية. عندنا كثرة المنازعات والصراعات بين أبناء البيت الطولوني بعد مقتل خمراوي، تدخل الجند والموالي والغلمان في الشؤون الداخلية للدولة الطولونية، رغبة الخلافة العباسية في استعادة نفوذها في مصر والشام، فهيبعتوا جيش بقيادة محمد ابن سليمان الكاتب. حلو. تدهورت أحوال الدولة الطولونية في مصر نتيجة الخلافات الداخلية، الأزمات الاقتصادية، التدخلات الخارجية، الصراعات الدينية. تعالى هنا الدولة الإخشيدية. حلو. الدولة الإخشيدية أشهر حكامها محمد بن طغ الإخشيدي وكفور الإخشيدي. محمد بن طغ الإخشيدي مؤسس الدولة، أحد القادة الأتراك في الجيش العباسي، وكان والده طغ واليا على دمشق في عهد خمراوي، يعني كان الوقت ده خمراوي موجود، ماشي، قبل ما تنتهي الدولة الطولونية.
فطغ اللي هو ابو محمد ده، ماشي، طغ ده ابو محمد ده كان بيحكم دمشق في فترة خمراوي، واستطاع التصدي للجيش الايه الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر. يبقى هنا محمد بن طغ الإخشيدي قال لك كان في فترة ظهر فيها الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية اللي هم مسلمين بس شيعة، مش سنة زينا يعني، حلو، شيعة. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص احنا نهجم على مصر، وبيهجموا على مصر من غرب مصر لان مقرهم كان في المغرب، بس محمد بن طغ الإخشيدي كان بيتصدى للفاطميين. حلو، تعالى هنا شهرته برضه. فاصطحبوا تقين ده حكم دمشق بعد ايه؟ طغ ما مات. حلو، الى دمشق، قال له تعالى انا عايزك يا محمد تيجي معايا دمشق عشان انت تبقى ماسك الجيش ومش عارف ايه والكلام ده، عشان انت كفاءتك العسكريه انت من صغرك وانت في الجيش. وعندما تولى حكمها اثناء ذلك هجمت مجموعه من الاعراب قافله للحجاج المارين ببلاد الشام. قال لك كان في قافله من الحجاج، ماشي، القافله من الحجاج فيها ناس تبع الخليفه العباسي، فطلع عليهم ناس، هجم عليهم ناس، الناس دول من اهل الصحراء، من الاعراب، من البدو اللي هم قطاع طرق يعني. فمين عرف بالموضوع؟ محمد بن طغ الإخشيدي. قال لك ايه؟ والله ما انا سايبكم. وبالفعل تصدى لهم محمد بن طغ وقضى عليهم وامن طريق الحجاج، ماشي. ومما ساهم في شهرته، وعندما وصل الخبر للخليفه العباسي سر بيه، يعني كان مبسوط. حلو، وولاه، عطاه مكافاه، ولاه حكم مصر والشام، ولقبه بالإخشيد، وتعني ملك الملوك في فرغانة. طيب، أهم أعمال محمد بن طغ الإخشيدي إنجازاته السياسية والعسكرية، وطد نفوذه، ثبت نفوذه بمصر، وقضى على الأمراء المنافسين له والمتسببين في زعزعة الحكم. أعاد الأمن والنظام بعد صد الهجمات الفاطميين على مصر، واتخذ من مدينة العسكر، خلي بالك، اتخذ من مدينة العسكر عاصمة له. معنى كده ان هو ما بناش العسكر، معنى كده ان العسكر موجودة. يبقى عمرو بن العاص بنى الفسطاط، احمد بن طولون بنى القطائع، لكن محمد بن طغ الإخشيدي ما بناش عاصمة، هو اتخذ مدينة عاصمة ليه، ماشي. وسعى للاستقلال عن الخلافة العباسية ومد نفوذه إلى الحجاز كمان، يعني مش شمال شرق بس، ده للشرق كمان للحجاز. وفاته ووصيته، قال لك لما موت ابني يمسك. حلو، ودفن بالقدس. أوصى قبل وفاته بالولاية من بعده لابنه أبو القاسم أنجور، ده ابنه اسمه أبو القاسم أنجور. وبس أبو القاسم أنجور كان عنده ما يقرب ال7 سنين، فقال لك مين هيتعين واصي عليه؟ الخادم بتاعهم اللي هو كفور الإخشيدي. كفور الإخشيدي ده كان المعلم ليهم، كان الأستاذ بتاعهم. حلو، ده اللي كان بيربي أبناء محمد بن طغ الإخشيدي، يعني ده المربي بتاع أبو القاسم أنجور. طب تعالى بقى نشوف كفور الإخشيدي. تدريب أهمية حكم الإخشيدي. استفاد الدولة العباسية من تولي محمد بن طغ حكم مصر بصورة واضحة من الناحية السياسية، العسكرية، الاقتصادية، الدينية، لأنه حافظ برضو إن مصر تفضل تابعة للدولة العباسية، اسم بس تابعين للدولة العباسية، وكان بيحارب الفاطميين. كفور الإخشيدي والوصاية على الحكم. عندما تولى كفور الوصاية على أنجور، أو اللي هو أبو القاسم أنجور، أصبح الحاكم الفعلي للبلاد، وعمل على ضبط أمور البلاد، إقرار الأمن فيها سواء بمصر أو الشام، السيطرة على مقاليد الحكم. لم تتدخل الخلافة العباسية في أمر مصر أثناء حكمه، وظلت مصر والشام والحجاز تابعين للإخشيديين. ملحوظة: طوال مدة حكم أنجور حتى وفاته رفض كفور أن يلقب بالأمير. قالوا له لقبك بالأمير، قال لهم لا لا لا، أنا عايز أفضل اللقب ده الأستاذ المعلم زي ما أنا، ماشي، اللي هو أخده أيام تربية أولاد الإخشيد. سؤال: حدد مدى مصداقية العبارة يعد كفور الحاكم الفعلي لمصر في ظل ولاية أنجور. طبعا أهو عمل ده. يلا بينا. سقوط الدولة الإخشيدية. استطاع الفاطميين دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي. خلي بالك ده مش أول حملة يعملوها، ده عملوا ما يقرب ال3 حملات. الفاطميين عملوا 3 حملات على مصر ويفشلوا، لغاية ما جاء الحملة بقى هنا بقيادة جوهر الصقلي، وكانت ضعفت الدولة الإخشيدية.
ومن هنا سقطت الدولة الإرشيدية وسقطت مصر في يد الفاطميين، وأدى ذلك إلى إسقاط حكم الدولة الإرشيدية. أسقطوا معها تبعية مصر الخلافة العباسية، تغير وضع مصر السياسي بشكل جذري. أصبحنا مش تابعين للعباسيين حتى اسم بس، لا احنا بقينا تابعين للفاطميين اللي هم مسلمين على مذهب شيعي. تمام. ومن هنا سقطت الدولة الإرشيدية، بقينا تبع الفاطميين وليس العباسيين. نتائج سقوط الإرشيديين أدى سقوط الدولة، سيطرة الدولة العباسية على مصر والشام، عودة الاضطرابات الداخلية بمصر، تغير وضع مصر السياسي، تراجع أهمية مصر الاقتصادية. وضع مصر السياسي إنه أصبح للفاطميين. ماشي. نهاية الشرح وبيانات التواصل معاك اهو. وبكده خلصنا الدولة الطولونية والإرشيدية. شفت درس صغير ازاي وسهل ازاي، كلامه سهل ما فيهوش أي حاجة. طيب، وبكده نهينا الشرح. مع السلامة.